الرجاء، الوداد ولا ماميلودي سان داونز؟ لا ماميلودي سان داونز قويين احسن نادي فريق في افريقيا. اعتقد الوداد شفناه البارح. انا ليا الوداد اللي جاب لي ربي هو اللي ضعيف بين سان داونز والرجاء وشباب الوداد انا ماذا بيا يطيحوا مع الوداد وتكون ريفونش تاع اللقاء تاع العام اللي فات. نروحوا لي كاليفي الان علي بن شيخ. لي كاليفي لي وي كاليفي 8 انديه كاليفي تقريبا كلهم غالبيه تاعهم انديه عربيه وبالتالي حيكونوا دربيات عربيه. يعطينا لي كاليفي نشوفوهم من فضلك. قبل هذه اعطينا لي كاليفي ومن بعد نروحوا هذو ثاني لي كاليفي مي الرجاء البيضاوي، الوداد ناديين من المغرب، سان داونز من جنوب افريقيا، سيمبا التنزاني، شبيبه القبائل، الاهلي المصري اللي تاهل في اخر جوله بصعوبه 3-0 ولكن كان خرج من عنق الزجاجه، كان قادر يقصى في الجوله الماضيه. الترجي الرياضي التونسي وشباب بلوزداد. كي يشوفوا هكذا كاين 6 انديه عربيه: الرجاء والوداد، شبيبه القبائل والترجي، شباب بلوزداد والاهلي المصري. يعني ناديين من الجزائر، 2 من المغرب، نادي من تونس ونادي من مصر بعد اقصاء الزمالك. سان داونز من جنوب افريقيا وسيمبا التنزاني. نروحوا يا سي علي اعطينا الصوره الثانيه لتظهر هنا. نبداو بشبيبه القبائل. شبيبه القبائل ستواجه ما عدا الوداد البيضاوي اللي راهو فوقها في الصوره في اعلى الصوره. كل الانديه الثلاثه هذوك بامكانها انها تطيح معاهم. واش تبريفيري انت سي علي؟ الترجي الرياضي التونسي جياسكا، الترجي الرياضي التونسي، الرجاء او ماميلودي سان داونز الجنوب افريقي؟ انا بريفير الترجي حتى انا اوافقك الراي. الترجي شفناه البارح مع شباب بلوزداد. جياسكا تواجه الترجي احسن في الثلاثي لانها راح تواجه واحد من هذه الثلاثه، في حين شباب بلوزداد سيواجه واحد من 3 اللي راهم من الفوق ما عدا الترجي: الرجاء، ماميلودي سان داونز او الوداد البيضاوي. الوداد اللي شاهدناه الامس مع شبيبه القبائل. من تفضل لشباب بلوزداد؟ انطر الرجاء، الوداد ولا ماميلودي سان داونز؟ لا ماميلودي سان داونز قويين احسن نادي فريق في افريقيا. اعتقد الوداد شفناه البارح. انا ليا الوداد اللي جاب لي ربي هو اللي ضعيف بين سان داونز والرجاء. امين اكسس الله يعلم. واش رايك في جياسكا والسيالبي؟ عاود عطينا نفس الطابلو باش نشوف شبيبه القبائل وكان يحسنوا طريقه اللعب ديالهم وما يخافوش باسكو هذا الفريق هذا عنده تقاليد في افريقيا. نعم. اليوم تشوف انت الاهلي سيفريت تكاليفا بصعوبه، مي كنت تعاود تشوف اللقاء تاعهم البارح داروا كرو ماتش مع فتح مع فتح الملعب حوالي ما باليش انا 70,000 متفرج ولا تعاود تشوف الاهلي تاع اللي كنا نشوفوا 10 سنوات. ولكن ما راحش نواجهوه. نو اني قلت لك اليوم شبيبه القبائل نقول باللي بالك الترجي التونسي ما راهوش الفريق القوي. الترجي التونسي عنده تقاليد نقول باللي يعرف يسير مقابلات. لي كلاسيين دوزيام يلعبوا مع لي كلاسيين برومي ما عدا اللي كنت تلعب معاه في الكلوب. وشباب الوداد انا ماذا بيا يطيحوا مع الوداد وتكون ريفونش تاع اللقاء تاع العام اللي فات. محمد شوف كي تشوف هذه الصوره هذه يعني الحلقه الضعيفه نظن باللي هي شبيبه القبائل. فهاد الثمانيه هذوما لا موجودين. علاش الحلقه الضعيفه؟ علاش الحلقه الضعيفه؟ تحكي انت على البطوله الوطنيه بصح. لا مش بالنظر اللي ما شاهدناه امس، بالنظر واش شفناه لان قايس، ولكن يبقى كل احتمالات مفتوحه. يعني حتى شبيبه القبائل تقدر دير نتائج ايجابيه. انا بالنسبه لي شباب بلوزداد قلنا ما عدا شكون الشباب ما عدا الترجي ما عدا الترجي واحد من هذوك 3 فرق قويين وشباب بلوزداد فريق قوي. انا بالنسبه لي شباب بلوزداد لا خوف عليه مع اي منتخب حتى مع سان داونز. سان داونز قوي شفته قوي حقيقه، ولكن انا بالنسبه لي شباب الوزداد لا خوف عليه في اطار واش قدم الى حد الان. نقول بلي شباب الوزداد قادر يدير نتائج يعني ايجابيه خارج الديار وداخل الديار. شبيبه القبائل ولا غير شويه صعيب عليهم لان عندهم المشكل تاع البطوله. هذا هو المشكل تاع شبيبه القبائل.